السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال جيده يا ربي. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي كما كتشوفوا اليوم البنات، الفيديو مغير تماما على الفيديوهات اللي سبق. يعني ما غنشارك معكم لا وصفه لا والو، غنشارك معكم منتوجات اللي خديت واللي ضروري خصهم يكونوا عندك كبنت كمراهقه كمتزوجه. يعني هاد المنتوجات هادو من الاحسن يكونوا عندك، زوينين بزاف وكيعتنيو لك بالنظافه الشخصيه ديالك. مهم وغنشارك معك حتى دي واحد الزيوت اللي غزالين والثمن ديالهم مناسب. نبداو باول حاجه اللي هما هاد الجيلات. هاد الجيلات البنات راه غزال فينوس، زوين بزاف. ما كنصحش انك تستعملي داك الجيلات يعني اللي كيكونوا عاديين. هذا 3 ديال الشفرات كيكون غزال، وان الزغب ما كينوضش دغيا. وهادو انا كنستعملهم في المناطق الحساسه، راه غزالين بزاف، ما كيديروا لا حساسيه لا حتى شي حاجه، ماشي بحال الجيلات العاديين. وتاني حاجه البنات، كنصحكم بهاد البودره ديال الاطفال. ملي تبغيو تزولوا الزغب من خصوصا المناطق الحساسه، ديروا هاد البودره ديال الاطفال عاد زولوا. راه ما كتبقى لا حكه، خصوصا البنات اللي عندهم الحكه ولا عندهم الحساسيه. كنصحكم هاد بودره الاطفال، كتبقى واحد الترطيب خطير. بالنسبه للثمن، بودره الاطفال كدير 15 درهم، وجيلات كيدير 30 درهم. تاني حاجه غنشارك معكم البنات هي لاصيغ. هاد لاصيغ البنات زوينه بزاف، خصوصا هذه ديال العسل. راه كاينين لاصيغ اللي كيسحب لكم العسل هما ماشي ديال العسل، ضروري تاكدوا بان مكتوب فيها ميال. حيتاش هذه زوينه بزاف، خصوصا الناس اللي عندهم حساسيه. راه زوينه بزاف وما كنصحش بها في المناطق الحساسه. الجيلات هما اللي كنستعملوهم في المناطق الحساسه، هذه ما كنصحش بها في المناطق الحساسه نهائيا، يعني من غير المناطق الحساسه. وهاد لي بونط ديالهم حتى هما المهم. الصيغ راها زوينه بزاف للجسم، يعني كتهنيك من واحد المده انها الزغب ما كينوضش هكا 15 يوم 20 يوم وانتي كتهناي من الزغب. بالنسبه للثمن ديال لاصيغ راه كدير 13 درهم، ولي بوند كيديروا 10 دراهم. صافي غندوز باش نشارك معكم البنات هاد الزيوت هادو، راهم زوينين لنا البنات بزاف، خصوصا البنات اللي ساكنين في فاس. غنصحكم بواحد العشاب اللي كاين في الليدو، راه زوين بزاف، كيدير الاثمنه غزالين. انا نقول لكم الثمن ديال كل حاجه. الثمن زوين بزاف وكيعصرهم قدامك. بالنسبه لهاد الزيوت اللي في القراعي الصغار كيعصرهم قدامك. انا ديك ديال الخروع انا بغيتها ما معصراش، يعني بغيتها حيت صعيب انك تاخديها معصره باش ديريها للعينين ديالك، الشفران ديالك ولا الشعر مثلا هكا بنيته صغيره ولا شي حاجه، صعيب انك تاخديها معصره. اما هاد الزيوت ثلاثه انا خديتهم معصرين كما كتشوفوا. هاد الزيت هذا هذا ديال الكوك كيعصروا قدامك، والثمن ديالو 10 دراهم، يعني مناسب. ما كاينش عاد هاد الثمن عند شي عشاب واحد اخر. هذا اللي في اليدو كيدير اثمنه مناسبه. انا ما كنعرفو ما والو، يعني ماشي كنشهروا ولا شي حاجه، ولكن بالنسبه للثمن وداك الشيء كيدير اثمنه زوينين وحتى الكاليتي ديالهم زوينه. وهذوك القراعي الصغار الاخرين ديال زيت اللوز الحلو. بالنسبه لزيت اللوز الحلو غزال البشره، لا بالنسبه للتجاعيد لا بالنسبه للتبييض لا بالنسبه للترطيب، زوين بزاف. خديت منه جوج ديال القراعي 10 دراهم 10 دراهم. وزيت الكوك حتى هو زوين للترطيب يعني ومفيد للبشره، غزال حتى هو للبشره. وهذا الزيت هذا البنات اللي كتشوفوا زيت الخروع، انا خديته هكذا ما معصرش حيت كنستعملوا للشعر ديال بنتي وكنستعملوا للشفران ديالي. هاد القريعه هذه الكبيره كدير 20 درهم، والقريعه الصغيره كدير 10 دراهم. صافي البنات، وخديت هاد لي ديسك هادو، المهم كنحتاجهم هكا في الوصفات ديال الهالات السوداء، ولا نديماكي بيهم ولا نحيد بهم الصباغه من يدي. المهم هادو يعني ضروري انهم يكونوا عندك، يعني عندهم احتياجات. صافي بالنسبه للثمن ديالهم راه كيديروا 10 دراهم، ثمن مناسب، وفيهم تقريبا شي 80 حبه. صافي البنات، ومن بعد خديت هاد الصابون البلدي. عرفتوا البنات غزال هاد الصابون البلدي، جربته المره الاولى وتسالى ليا، وعاودت رجعت جبته، عجبني بزاف. الصابون البلدي بالنيله الزرقاء، عرفتي غزال. ملي كتدخلوا الحمام وكدهنوه هنا كتبين انه كيصلح حتى للبشره،
يستعمل صابون البلدي المغربي بالنيله الزرقاء كمقشر طبيعي لازاله الشوائب والخلايا الميته، فهو مثالي للتقشير الاسبوعي للبشره. انا ما كنستعملوش البشره ديالي، يعني كنستعملو غير الجسم ديالي. ملي كندخل الحمام هكذا راه غزال بالنيله الزرقاء يوحد له الجسم. بالنسبه للثمن ديالو، المره الاولى خديته 5 دراهم ودابا خديته ب6 دراهم، زادوا درهم. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج. والناس جداد ليا لا كيشوفوا الفيديو ديالي حتى نتوما مرحبا بكم، ما تنساوش تابوناو عندي باش ديما يوصلكم الجديد. ولا عجبكم دي فيديو بحال هكا قولوها لي باش نبقى نشارك معكم المنتوجات اللي خديت مع ذكر الثمن. وتهلاو فراسكم، بسلامه عليكم.